وسهلا بك. بداية تعليق حضرتك على الأحداث الدامية التي وقعت فجر اليوم في ميدان ربع العدوية. الذي وقع في ميدان ربع العدوية اليوم مقتلة عظيمة للمصريين السلميين البراء الذين لم يرتكبوا ذنبا إلا التعبير عن رأيهم السياسي بطريقة علنية سلمية. وهذه المقتلة ارتكبتها قوات من الشرطة في حماية قوات من الجيش، وأناس يلبسون الملابس المدنية يحلو للشرطة أن تسميهم بلطجية، أو سماهم وزير الداخلية النهارده بيانه العجيب اللي ألقاه سماهم الأهالي اللي في المنطقة. أنا مش عارف فين الأهالي اللي ساكنين من أول جامعة الأزهر إلى نهاية الطريق اللي فيه فندق الماسة إلى الطريق الأوتستراد والمقابر. لا يوجد سكان في هذه المنطقة على الإطلاق. أين السكان في نادي الزهور؟ أين السكان في النصب التذكاري؟ سكان مين دول اللي طلعوا؟ فهذا كلام غير صحيح ويلبس على الشعب المصري حقيقة ما حدث. الواجب على الداخلية والواجب على وزارة الدفاع والواجب على الصديق عبد الفتاح السيسي وعلى السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن يسحبوا قواتهم فورا من حصار المدنيين المتظاهرين السلميين، وأن يتركوا للناس حق التعبير عن الرأي، وأن يعلنوا اعتذارهم لله قبل اعتذارهم للناس عن الدماء التي سالت، مع أن الدماء إذا سالت لا يقبل العذر عنها، لأنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ودول أصابوا دماء حرام كثيرة جدا، أسأل الله أن ينظر إليهم فيها بفضله لا بعملهم. هذا الذي جرى وأنا أدينه بكل شدة وأبرأ إلى الله منه. نعم، لكن دكتور العوا، وزير الداخلية قال اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بأن المعتصمين هم من استخدموا طلقات الرصاص والخرطوش، وما أسفر عن وقوع يعني إصابات في صفوف الضباط وأفراد الأمن. هذا كلام الجدل فيه لا يصلح ولا يؤدي إلى نتيجة. كلام السيد وزير الداخلية اللي قاله النهارده إن شاء الله سيأتي مسجلا بالتلفزيونات اللي سجلته دي يوم القيامة، وربنا يسأله. السيد وزير الداخلية بيقول الشرطة في حياتها لم تطلق رصاصة على مصري مدني. الشرطة لم تطلق رصاصة في التحرير في 25 يناير و26 و27 و28. الشرطة لم تطلق رصاص على المتظاهرين أمام جامعة القاهرة، لم تطلق رصاص على شباب الجماعات الإسلامية في كل أنحاء مصر. هذا كلام زي ما الشاعر بيقول هل صح كل من الحكي فنقبله أم كل ذاك كذيب وبهتان. هذه كذيب وبهتان وتخيلات، هذه غير صحيحة. الكلام ده غير صحيح ولا نقبله. برأي حضرتك ما حدث هو ترجمة للتفويض؟ هل هو ترجمة للتفويض الذي طلبه وزير الدفاع من المصريين الشرفاء؟ هذا استغلال لما سمي بالتفويض. أنا قلت عبر قناتكم الموقرة من قبل إنه لو نزل 80 مليون مصري 90 مليون مصري بما فيهم الموتى والرضع والأطفال والعجزة لا يفوضون أحدا في قتل مواطن واحد. هذا التفويض ليس له أساس من الصحة. هذا الكلام باطل دستوريا وقانونيا وسياسيا، ووهم أوقع فيه الفريق عبد الفتاح السيسي الناس عندما قال فوضوني لمواجهة الإرهاب. الآن بيقولوا قال فوض جيش الشرطة، لا، هو قال فوضوني لمواجهة الإرهاب، وليس هناك إرهاب حتى يواجهوا. هناك متظاهرون سلميون واجههم، واسم هذه المواجهة يتحمله من أمر بها ومن ارتكبها، بما فيها الأفراد اللي وقفوا في الشارع اليوم يطلقوا الرصاص وصورتهم القنوات المختلفة على المتظاهرين وهم خارجون من المسجد. بحسب ما علمنا ستعقدون مؤتمر صحفي اليوم دكتور سليم العوا. نعم. طيب ماذا ستتناولون في هذا المؤتمر؟ الأطباء نعم. سنتناول فيه مبادرة وقع عليها عدد كبير من أهل الرأي والفكر المحترمين على المستوى المصري كله. وقع عليها المستشار طارق البشري والدكتور حسن الشافعي، الدكتورة نادية مصطفى، الدكتور محمد عمارة، الدكتور سيف عبد الفتاح، محمد سليم العوا، وعدد آخر من الناس. هذه المبادرة حاصلها أننا يجب أن نعود فورا الآن وليس غدا إلى طريق العمل السياسي الديمقراطي، وأن هذا الطريق ينبغي أن يسلك ما نص عليه الدستور من أنه في أحوال الأزمات التي تعوق رئيس الجمهورية عن مباشرة عمله يفوض سلطاته لرئيس الوزراء. رئيس الجمهورية الذي موجود الآن في مصر اسمه محمد مرسي، وليس اسمه عدلي منصور. عدلي منصور هذا رئيس مؤقت جاء به الفريق أول عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية ده من محبسه لكن بإرادته الحرة يستطيع أن يفوض سلطاته إلى رئيس وزراء. وأقول رئيس وزراء متفق عليه، مش الدكتور حازم البزلاوي.
لا يجوز التفويض له لأنه نتيجة الانقلاب العسكري. نحن نتحدث عن إجراءات سياسية يمكن أن تتم في 10 ساعات. الإخوان أعلنوا أمس قبول هذا الكلام، وأكد لي هذا القبول اليوم الدكتور محمد علي بش، وأن هذا أساس رائع جدا للتفاهم والتفاوض. وأنا أدعو الآن القوات المسلحة، فريق السيسي وزملائي في القوات المسلحة، وأدعو الأخ الرئيس لطفي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والأخ الدكتور البدلاوي حازم البدلاوي، إلى أن يتوافقوا فورا على قبول هذه المبادرة التي سنعلنها بعد قليل. نقعد النهارده بالليل، تنتهي الإجراءات بكرة الصبح، تعود مصر لأهلها سالمة سليمة معافاة، وربنا يعوض أهالي الشهداء والقتلى والجرحى عما فقدوه من أبنائهم إن شاء الله. حضرتك أيضا لك مبادرة طرحتها منذ يومين، هذه المبادرة والمبادرة التي تنتوون طرحها اليوم، هل برأيك ستلقى أذان صاغية من قبل المسؤولين الآن في مصر؟ هل تتوقع استجابة حقيقية لها؟ نحن نقول كما قال القرآن الكريم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. نحن نؤدي هذا الواجب لكي نلقى يوم القيامة وذمتنا بريئة. لا يقول كنتم شياطين خرس، يقول أعطيتكم ألسنة وأقلاما فلم تعلنوا عن القول الحق، الواجب إعلانه. أما أنهم يستجيبوا فأنا والله يا بنتي ما عندي أمل أنهم يستجيبوا، أتمنى أنهم يستجيبوا، بس لكن هناك خطر نخشى من وقوعه أيضا، وهو ما صرح به وزير الداخلية بأن هناك تنسيق مع القوات المسلحة لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر وفقا للمحاضر التي قدمها الأهالي بشكل قانوني. يعني بالقوة الأهالي يروحوا يقولوا والله تضررنا من الزحام اللي تحت بيتنا، وكيل النيابة يقول لهم تضررتوا ازاي، يقولوا مش عارفين ندخل ونطلع، يقول أمرنا الشرطة وتعطيها القوات المسلحة بفضل الاعتصام بالقوة. هذه الطريقة اللي هيفضوا بها الاعتصام، هو ده قانون ده؟ لكن هذا